يتعب ولكنه لا يفوت تكبيرة الإحرام. يتمنى أن يصلي الفجر المسجد ولكن أهله لا يسمحون له لحالته الصحية، ونحن لا نستطيع ولا نذهب. هل تظن أن هذا كل ما في الأمر؟ لا، إنه حريص على الصف الأول، يأتي مبكرا ويقرأ القرآن، ولا يكتفي بهذا بل يضطر بعد صلاة المغرب كل يوم أن يتسلق درج المسجد بمشقة لكي يصل إلى الدور الثاني. ماذا يوجد في الدور الثاني؟ حلقة تحفيظ القرآن. إنه مشارك في حلقة تحفيظ مع أنه مشلول، يتكلم بصعوبة ولكنه يضغط على إعاقته بإصرار لكي ينطق القرآن بصوته مع ما في ذلك من تعب. عما تسألون عما يعلمون الذين هم فيه مختلفون. السلام عليكم. كمال، ايوه كيف حالك؟ الحمد لله. طيب الحمد لله. الحمد لله. الله يحفظك ويبارك فيك. بيتك قريب ولا بعيد؟ أنا هني. تتعب وأنت تروح؟ يعني ها؟ الله يعطيك العافية، الله يقويك يا رب. آمين. آمين. أنت كل يوم تجي المسجد؟ ايوه. تجي بعد الأذان ولا قبل الأذان؟ ولا على حسب، أحيانا قبل واحد بعد واحد، يعني على حسب. على حسب، أحيانا قبل أحيانا بعد. ايوه. يا رب إن شاء الله ما تفوتك الجنة يا رب. الله يحفظك. أنا شايف في آلام على رجلك هنا. من احتكاكه بالارض يا شيخ. من احتكاكه بالأرض. ما يجزع لا صندل يصبر ولا قزمه ولا شيء. لما يلبس حذاء يتقطع بسرعة. ما يعملش اسبوع القزمه ولا الصندل لانه يحتاج دائما رجله كذا بالارض. الله يحميك، الله ييسر. مشكور يا كمال. الله يحفظك. يلا قوم قوم قوم، أعطني يدك أعطني يدك أعطني يدك. بسم الله. يا الله. يلا. سلامتك والله سلامتك. ما شاء الله سريع أنت يا كمال، الحمد لله. يا أتعب. لا ما تتعب إن شاء الله. تسابقني؟ تسابقني؟ وبعد أن يصلي العشاء يرجع لبيته، لكن توجد مشكلة، الظلام شديد. كيف يمكنه أن يصل؟ إنه يتعلق بأي مصل خارج من المسجد يساعده بالوصول لبيته مع بعض الإضاءة اليدوية. لماذا كل هذا؟ إنه يحب ما يحبه الله. هذا بيت الله، أنا أحب بيت الله. عذابي فيك عذب وبعدي فيك قرب، أنت عندي كروحي بل أنت منها أحب. حسبي من الحب